لازم بقى تبص على الكلب نفسه. اول حاجه لازم يبقى زي كده استاذه زيزي الجميله، شعرها يعني ناعم وبراق زي ما بيقولوا، لان الشعر لما بيكون بهتان والكلبه مبهدله في نفسها بيبان ان مفيش اهتمام بالكلب. تاني حاجه مفيش اي تشابك في الشعر خالص، زي ما انتم شايفين كده ايدي بتعدي مفيش اي تشابك، فده دليل ان ايه الكلب برضو يعني بيتم الاهتمام بيه. النقطه اللي بعد كده والمهمه، تبص في عين الكلبه وتتاكد ان مفيش عماص، مفيش اي نوع من انواع الافرازات، دي دليل ان الكلب صحته كويسه. والعين تتاكد ان العينتين نفس اللون، وتتاكد ان مفيش غيامه على العين. النقطة اللي بعد كده هتفتح ودان الكلبة وتبص فيها زي ما انا بفتح الودن، مش باين قوي عشان الكلبة كلها سودة، وتأكد ان مفيش اي نوع من انواع القذارة او اي نوع من انواع الحشرات، كمان تخلي بالك من النقطة دي. النقطة اللي بعد كده هتمشي الشعر في عكس اتجاهه وتبص على جلد الكلب ان هو مفيهوش اي نوع من انواع الالتهابات، ومفيهوش اي نوع برضو من انواع